السلام عليكم، اهلا بكم في وصفة جديدة على قناتي. انا عبير لو اول مرة تشوفوني. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت هش ولذيذ وبيدوب دوبين. تحسوه بسكوت شاتو كده في نفسه. هنحضره في دقايق، مش محتاج ادوات تشكيل ولا تجهيزات كتير، وبمكونات موجودة في كل بيت. يعني لو اول مرة تدخلي المطبخ هتطلعي نتيجة كالمحترفين. يلا نسمي بسم الله ونبدأ خطوة بخطوة. وياريت تتابعوا الفيديو للآخر. وفضلا ما تنسوش اللايك والشير والدعم بالاشتراك في القناة، علشان دعمكم بيخليني استمر. بسم الله. في بولة هضيف 150 جرام من الزبدة الطرية اللينة بحرارة المطبخ، ما تكونش خارجة من التلاجة. هضيف عليها ربع كوباية من الزيت، ما يعادل 50 جرام، واخلطهم بمضرب يدوي. وممكن تخلطيهم بسباتيولا او مضرب كهربائي، بس حبيت اعمله بمضرب يدوي علشان اللي مش متوفر عنده مضرب كهربائي. هخلطهم مع بعض لغاية ما الزبدة تبقى كريمية بالقوام ده. وهضيف كوباية الا ربع من السكر البودر المنخول، ما يعادل 110 جرام. وياريت لو متوفر ميزان مطبخ، لانه ضروري جدا وبيطلع المقادير مظبوطة. هخلطهم مع بعض لغاية ما لونهم يبقى فاتح وكريمي وهش. واضيف اقل من ربع معلقة صغيرة من الملح واخلطها لغاية ما تختفي. واضيف بيضة بحجم كبير بحرارة المطبخ، ومعلقة صغيرة فانيليا سائلة. هخلط البيضة لغاية ما تختفي زي ما حضراتكم شايفين. وبسباتيولا هلم كل اللي على حواف البولة. ودلوقتي هنحضر المكونات الجافة. هحتاج من 330 ل 350 جرام دقيق جميع الاستخدامات او دقيق بسكوت. هضيف عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر 5 جرام، وهخلطهم مع بعض. وهضيف الدقيق بالتدريج وانخله على 3 دفعات، وهخلطهم مع بعض بسباتيولا ومش هعجن. يا دوب الدقيق يمتزج مع المكونات ويختفي، والعجينة تتلم، والسباتيولا بقت نظيفة زي ما حضراتكم شايفين. هقسم العجينة جزئين بالشكل ده، علشان هعمل جزء سادة وجزء بالشوكولاتة. وعلشان اتأكد ان الجزئين قد بعض هوزنهم، كل جزء وزنه هيكون 350 جرام. وعلشان اوزن بحط البولة على الميزان وهو مطفي، وبعدين اشغل الميزان واوزن العجينة. ووزنت الجزء التاني من العجينة، كده الاتنين قد بعض، كل قطعة وزنها 350 جرام. العجينة اللي هعملها سادة هضيف عليها معلقتين كاسترد او نشا 20 جرام، واخلطهم مع بعض بنفس الطريقة لغاية ما يختفي زي ما حضراتكم شايفين. لميت العجينة، هاخد قطعة من العجينة واكورها واضغط عليها، ومش بتشقق، يبقى كده العجينة مظبوطة. والجزء التاني من العجينة هعمله بالشوكولاتة. هضيف عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الأسباني الغير محلى، وانخلها علشان لو فيها أي تكتلات، واخلطها مع العجينة لغاية ما يختفي. هلمها بنفس الطريقة، مش هعجن خالص علشان البسكوت ما يعضمش معانا، احنا عايزينه مقرمش وبيدوب. وبعد ما الكاكاو اندمج مع العجينة هاخد قطعة من العجينة واكورها واضغط عليها اختبرها. العجينة مش بتشقق، كده العجينة مظبوطة. وكده الاتنين جاهزين معايا. ممكن تسيبوها ترتاح ربع ساعة، بس انا هشتغل فيها على طول. ودلوقتي تعالوا نشوف هنشكل البسكوت بتاعنا ازاي. هفردها على مفرش سيليكون او بين كيسين تلاجة، وهعملها بشكل طولي. وهفتح كيس تلاجة واحطه على العجينة علشان يسهل عليا وانا بفردها. وابتدي افردها، وبعد ما فردتها هسويها من الاطراف بسكرابر او ظهر السكينة.
هفردها مستطيلة بالشكل ده، وهجيب شوكة وبظهر الشوكة هبتدي اعمل فيها خطوط بالطول من غير ادوات كتير للتشكيل زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما عملت فيها خطوط بالشوكة هجيب اي قطاعة عندي مربعة، ولو مش متوفر عندي القطاعة دي ممكن بقطاعة البيتزا اللي ليها سنون او بالسكينة، هتقطعوها بالطول وبالعرض وتعملوها مربعات بسمك متوسط ولا رفيع ولا سميك. وبعد ما شكلتهم هنقلهم على صاج ألومنيوم مش مدهون أي مادة دهنية، وهرصهم بعيد عن بعض. والعجينة الزيادة اللي بشيلها دي هرجع ألمها وأشكلها تاني، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما أخلص كل الكمية اللي معايا. هوريكم طريقة تشكيل قطاعة البيتزا علشان كل حاجة تبقى واضحة ليكم. بعد ما شكلتهم هدخلهم فرن سخن مسبق على الرف الوسط على درجة حرارة 170، مشغلة من تحت بس. ومدة التسوية أنا مش هلزمكم بوقت علشان مش كل الأفران زي بعض، انتوا راقبوا التسوية لغاية ما ياخد لون ذهبي من تحت ومن فوق، ومن وقت للتاني لفوا الصاج علشان التسوية تبقى واحدة ومظبوطة. وعلى ما اللي في الفرن يستوي هشكل العجينة التانية، وهعمل نفس الخطوات اللي عملتها في عجينة البسكوت السادة. اتبقى معايا اخر قطعة عجينة صغيرة كنت محتارة اعمل فيها ايه، عملتها على شكل بسكوت القهوة. بعد ما شكلت البسكوت هنقله على صاج ألومنيوم مش مدهون اي مادة دهنية، وهدخله الفرن يستوي، وهراقب التسوية من وقت للتاني علشان بسكوت الشوكولاتة لونه غامق ممكن يخدعنا وياخد لون بسرعة من تحت. وممكن تحطوا معاه في الصاج قطعة صغيرة من عجينة البسكوت السادة لو مش هتقدروا تعرفوا لون البسكوت من تحت. وده شكل البسكوت السادة بعد ما استوى وخرج من الفرن. ما شاء الله اللهم بارك، أخد لون ذهبي من تحت ومن فوق، التسوية واحدة ومظبوطة، وهش ومش مكتوم. وده شكل بسكوت الشوكولاتة بعد ما استوى والتسوية مظبوطة. وأكيد لاحظتوا إن البسكوت شكله زي ما هو وما فرش في الفرن وهو بيستوي، ما شاء الله. وكمية البسكوت دي مش من المقدار اللي عملناه بس، بصراحة أنا ضاعفت المقادير وطلعت لي الكمية دي من البسكوت علشان صدقوني حرفيا هيخلص بسرعة. بنصحكم ضعفوا المقادير من الأول، أو لو حابين تجربوا في الكمية اللي عملناها زي ما تحبوا. ودلوقتي هبتدي أحشي البسكوت. معايا مربى مشمش بيوري وبديل النوتيلا، وممكن تسيحوا شوكولاتة خام في الميكروويف أو على حمام مائي وتحشوا بيها البسكوت. حطيتهم في أكياس حلواني، وممكن تحطوها في أكياس تلاجة علشان تسهل عليكم وانتوا بتحشوه. البسكوت السادة هحشيه بالمربى والزق كل اتنين مع بعض، وبسكوت الشوكولاتة هحشيه بديل النوتيلا والزق كل اتنين مع بعض. وممكن تعملوا شكل تاني، تلزقوا بسكوتة سادة مع بسكوتة بالشوكولاتة وتعملوا شكل بسكوت الشاتو. ودلوقتي وصلنا لأسعد لحظة، هبتدي أرصه بالشكل ده في صينية التقديم. وبصولي على الجمال، ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم شكل البسكوت من جوه، شوفوا قد ايه البسكوت هش ومش مكتوم. هتحضروه يبقى جاهز معاكم لو جالكم ضيوف فجأة. وبالصحة والعافية عليكم يا رب مقدما إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى تجربوه، وياريت تتابعوا الفيديو للآخر وتمشوا على نفس الخطوات والمقادير وتقولولي رأيكم. وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني ودعمكم اللي بيخليني استمر بعد ربنا سبحانه وتعالى. ولو عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش اللايك والشير والدعم بالاشتراك في القناة.
أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.